وجود القياده السياسيه ان مصر فعلا 2030 هتبقى في حته ثانيه. طب استنى بقى، تعالى لي عشان انت كنت معايا في حلقه قبل كده وطالبت فيها سياده الرئيس فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لاصلاح الكره المصريه. احنا معانا حته الفيديو ده، صحيح. ايه رايك نشوفه؟ نشوف. طب نشوف الفيديو ونرجع تاني. لو كان النهارده عندي احسن مدرسه كاراتيه، احسن مدرسه كره قدم كمنشآت، ان ما كانش الاساس بتاع النظام العام يقدر يعمل لي يطلع لي شاب بيلعب كره كويس، بقى انتوا عايزين تقولوا لي ان البلد اللي فيها 60 مليون شاب ما نقدرش نطلع منها 6000 لعيب كوره زي محمد صلاح؟ البلد دي ممكن تتغير وتتغير بمعدلات اسرع من كده بكتير. بس دايما هتبقى دايما مشكلتنا هي في اختيار الانسان، اي انسان بقى، وزير، لاعب كوره، اخترناه كويس وجهزناه كويس. في اوروبا بيشتغلوا من 4 سنين، احنا النهارده انا كشخص بشتغل النهارده من الولاد اللي عندهم 2 سنين. لان الولد ده عامل زي الفلاش ميموري فاضي. اي حاجه حضرتك هتديها له هيحفظها، زي الفلاش هتحط لك قران الصبح هتشغل العصر هيطلع لك قران، مش العكس. فالولد في السن ده اي حاجه هتديها له هيحتفظ بيها. فالنهارده خلينا نشتغل على قطاع الناشئين كويس. عملنا قاعده عارضه من قطاع الناشئين على مستوى الجمهوريه. خلي الدوله المصريه تتدخل، وانا بناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتدخل في قطاع الناشئين على مستوى الجمهوريه، مراكز الشباب، القرى، النجوع. نشتغل، لان احنا عندنا مليون صلاح بس هم فين؟ مش لاقي اللي ياخدهم يا كابتن. وكلاء اللعيبه والسبوبه العرب وعمر مرموش. وبالمناسبه عمر صلاح، محمد صلاح وعمر مرموش ده نتيجه لمنظومه الكره في مصر. الاثنين الانديه اللي طلعوا منهم بيلعبوا فين يا كابتن عماد؟ درجه اولى، مقاولين ووادي دجله. يبقى الانديه دي ناجحه ولا فاشله ولا الفشل فين؟ ما احنا عايزين نمسك السرطان فين؟ احنا قاعدين في الكره المصريه قاعدين ندي انجكشن، حقن مسكنه للسرطان. السرطان لابد من بتره. فانا بناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان يتدخل في موضوع الكره. انا قلتها في شهر 5 اول ما رجعت من السفر وبقولها تاني، الرئيس عبد الفتاح السيسي لازم يتدخل في مشروع الكوره. انا بتكلم عن شخصي، انا جاهز، اديني بس سياده الرئيس، اديني ملف الكوره. ولما خليتش مصر تاخد كاس العالم 2038 هنكمل يا كابتن بعد اذن حضرتك ان ازاي نحصد كاس العالم. فلو انا عملت مشروع قومي في سن 5 سنين باسلوب لعب موحد وشغل وضغط مباريات وتطوير ذهني ومساحات صغيره، اللي هو المشروع بتاع كره الشوارع اللي انا قلت لحضرتك عليه، نقدر خلال 10 13 سنه كره الشراب نعمل منتخب ينافس على كاس العالم. مش مستحيل. المستحيل ايه؟ ان احنا نفضل محلك سر. ده المستحيل. من وجهه نظرك الحل الحقيقي للنهوض بكره القدم المصريه؟ الاجابه 4 نقاط يا كابتن، مش هيكملوا دقيقه. مشروع قومي لاكتشاف وصناعه المواهب من سن 5 سنين. تمام. ودي الدراسه اللي اتكلمت مع حضرتك فيها، انا شغال عليها دلوقتي. توحيد اسلوب اللعب في كل المنتخبات. يعني يبقى عندنا قران. الكوره دي تبقى السيستم بتاع اللي انا بعمله زي ما المغرب كده، زي ما انت شايف الفريق الاول بيشتغل بنفس الطريقه 20 سنه، نفس الطريقه 17 سنه، نفس الطريقه المراحل السنيه، نفس الكلام في اكاديميه محمد السادس. فمن تحت هو يبقى منهج واحد. ليه؟ لان احنا عندنا ما بنطورش المدرب المصري ولا علميا ولا ذهنيا، وبالتالي بينعكس على اللعيبه اللي عايزه تتعلم، لان المدرب مش متعلم فهيتعلم في العيال الصغيره. فلما يتعلم في العيال الصغيره يبقى عندنا جيل فاشل. اداره محترفه لاتحاد الكوره، مش اداره تطفي حرايق. يعني احنا النهارده يبقى في حريقه نقعد نطفي بس، انما ايه الابتكارات اللي عندنا؟ ايه الابداعات اللي عندنا؟ اخر حاجه لو اتنفذ الكلام ده مصر مش بس هترجع، مصر هتاخد كاس العالم اللي قلت على حضرتك عليه 2038. حاجه حسبك لو كنا عايشين 2000 ان شاء الله ربنا يطول في عمرك ويطول في عمر الناس اللي موجوده. وان شاء الله انا اتمنى وحضرتك تتمنى وكل واحد في مصر يتمنى ان يشوف مصر احسن بلد في الدنيا باذن الله.